أسدل الستار على مشوار تامر مصطفى مع فريق الإسماعيلي بعدما انتهى تعاقده رسميا مع النادي عقب الفوز على إنبي بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس عاصمة مصر. ورغم نجاح المدرب في قيادة الدراويش لتحقيق المركز الثالث في البطولة، إلا أن مستقبله مع فريق الإسماعيلي لا يزال معلقا في ظل عدم صدور أي قرار رسمي من إدارة النادي بشأن التجديد له أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها. وحصد الإسماعيلي مبلغ 2 مليون جنيه كمكافأة عن المركز الثالث، فيما نال فريق إنبي 1.5 مليون جنيه بعد حلول رابع. وعلى صعيد المراكز الأخرى توج سيراميكا كليوباترا باللقب وحصل على 10 مليون جنيه، وجاء فريق البنك الأهلي في المركز الثاني بنصيب مالي وقدره 4 مليون جنيه. خاض تامر مصطفى 15 مباراة مع الإسماعيلي كانت نتائجه متوازنة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 وخسر 5، وسجل الفريق 14 هدف واستقبل مرماه 12 هدف. ورغم انهاء الاسماعيلي دوري النيل في المركز قبل الاخير بمجموعة تفادي الهبوط، فان قرار الغاء الهبوط انقذ الفريق من النزول للدرجة الادنى ليضمن بقائه في الموسم المقبل. ولكن مصير تامر مصطفى المدير الفني للدراويش يظل في انتظار قرار حاسم من مجلس الإدارة. نهاية فترة وبداية تساؤلات. رحيل محتمل لمدرب حقق توازن نسبي في موسم مضطرب وعاد جزء من الروح للفريق الأصفر، فهل تواصل الإدارة البناء عليه أم رحلة جديدة تنتظر الدراويش مع جهاز فني آخر؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف الصورة كاملة.